يسعد مساكم احبتي. اليوم رح ارجيكم طريقه تحضير. شوفوا هذا المربى، مربى الشعر. بشكل عام طريقه تحضير المربيات كلياتها اخذتها من بيت الوزر، عندهم معامل بالشام كانت للمربيات. حتى يكون ناجح معك المربى بده يكون قوامه منيح وما يخرب. هلا هذا لو بالبراد ما بيخرب، ليش؟ لان قوامه منيح. هلا بقول لكم السر شو حطيت مع المربى. شوفوا المربى كيف، شايفين ما شاء الله قوامه. هذا مربى مفلق، لكن مفلق مجرمش شوي، مو كثير ناعم. شوف هذا له عندي مني من الصيف، شوفوا له عندي مني من الصيف ما شاء الله. شايفين قوامه هذا المربى. طريقة تحضيره كثير سهلة، أنا ذاكرتها قبل هالمرة بس هلا حعيدها. المربى هو عبارة عن مشمش، بتغسليه مشمش بتقيمي البذر تبعه، أو إذا حب بدك إياه نفس الشيء بتغسليه وبتخليه، بتثقبيه وبتحطيه بالقطن. لكن سر المربى المشمش المفلق لما المرملات لما الحب سره حلو كثير كثير، إنك تحطي معه جيلاتين، بودرة الجيلاتين الطبيعية طبعا مو المصنعة. شايفين كيف؟ شابك شبك. ليش؟ لأنه الجيلاتين بيحافظ على المربى، ما بيخليه يخم يعفن نكهته تتغير أبدا أبدا. يعني هو عبارة عن بودرة جيلاتين بقري ومفيد للصحة، يعني مو ضار. لو ضار ما بحطه، لأن ما بحط مواد مصنعة أبدا. إذا فوق بنحط مع المربى بنغسله للمشموش وبنقيم البذر تبعه وبنقطعه بالسكينه، وبعدين بنحط معه على السكر وبنحط معه معلقتين جيلاتين بودره، بحلهم مي سخنه، لازم نحله بمي سخنه. بعدين بنضيفهم على المربى. شوف اذا عندك شمس فيكي تغليهم غلوه واحده وتحطيهم تحت اشعه الشمس. ما عندك أشعة شمس فيك تغليهم غلوتين وتتركيهم بالطنجرة لثاني يوم أو ثالث يوم. بعدين تعبيهم مطربانات تعبيهم مطربانات، وبعدين بتسكر بقطعة شاش. أنا صراحة حطيته الغطاء لأنه حطيته بالبراد، لكن إذا بدك تحطيه براد بتغطيه بقطعة شاش. كل انواع المربيات، حتى الباذنجان، الكرز، اي نوع من انواع المربى، حتى مربى الفليفله الحاره، كله بدك تحطي له جيلاتين. هي سر المربيات تبع السوق. الى اللقاء يا اصدقاء.